منك تتبع معنا خطوات التحديث راح يتم التحديث معنا. طيب. تفضل، جاك اشعار الان على جوالك بنك الرياض، كم رقم التحديث اختار لك اياه الحاسب الالي. تفضل. تفضل، جاك اشعار الان على جوالك في رقم التحديث، كم الرقم اختار لك اياه الحاسب الالي. تبغاني اعطيك الرقم السري الان؟ لا مو رقم السري، هذا رقم التحديث جاك الان اشعار عليه. اللي انا اعرف تحديث البيانات يكون من شو اسمه، من الابلكيشن او من نفس البنك. يا عزيزي العميل، ارسلنا لك اشعارات في 19 يناير على الايميل عشان تراجع البنك وتحدث بياناتك، ولا عن طريق الايميل. فانت ما حدثت، الان انتهت صلاحيه التحديث. الان بحدث لك البيانات ونشرت لك الحساب سنه 2023. توجهت لك اشعارات من السيستم الان. يعني الان دقيقه معليش عشان استوعب. طيب معليش استاذي عشان استوعب بس. انت الان راسل لي كلمه المرور اللي مره واحده، جاتني رساله كلمه المرور اللي مره واحده، تبغاها الحين يعني ولا كيف؟ ما فهمت. اي نعم، ابغى كلمه المرور، هذه كلمه المرور تحديث النظام. الله يعطيك العافيه. طيب انت الان اول شيء دقيقه انت الان دق علي من رقم جوال، ولا انا عارف البنك يدق من رقم ثابت؟ طيب استاذ حذيفه لحظات، احنا اداره التحديثات مخصصين لنا رقم جوال نتواصل مع العملاء خارج المملكه او داخل المملكه. والمكالمه هذه مسجل مرتقى بيني وبينك من الاداره، يسمعون استاذ حذيفه. الان جاك اشعار رسمي بنك الرياض. الله يعطيك العافيه. بعد ما يتم التحديث بنجاح راح يوجه لك اشعار باسمي ورقم الوظيفي. الله يعطيك العافيه. عشان انا ما احتاج رقمك الوظيفي. الله يطول بعمرك. انا اسالك الان، انت الان تبغى تدخل على النظام حقي اللي هو المباشر حقي، صح ولا لا؟ دخول نظام التحديث. الله يعطيك العافيه، انا ماني داخل السيستم عندك في الحساب، انا داخل التحديث نظام التحديث. طيب انت كموظف بنك يمديك تدخل. دقيقه صبر. طيب انت الان تقدر تدخل على النظام الان، انت كبنك تقدر تدخل على النظام بدون ما اعطيك الرقم السري. ليش اعطيك الرقم السري؟ هذا مو رقم سري. الله يعطيك، هذا رقمك السري. لا بدون رمز المرور، رمز الامان. انت الان مرسل لي رمز امان، وانا ما ادري يعني انت ما ادري من وين جبت الامور هذه، لكن انت الان قاعد تكلمني الان من رقم جوال، ما انت قاعد تكلمني من رقم ثابت. فعلى اي اساس انه انا اعطيك رقم الرمز هذا الان اللي انت تبغاه، الرمز السري على عشان تدخل فيه النظام؟ يا استاذ حذيفه، على العموم استاذي عزيزي العميد، انا سبب اتصالي هذا الابلاغ. حابب تحدث معنا، الان جاتك اشعارات، ما انت حابب تراجع الفرع، حسابك راح يتجمد لمده 15 يوم. الله يعطيك العافيه. اول شيء طيب خلصت يا استاذي؟ اي استفسار اخر؟ اي عندي استفسار اخر. تفضل. طيب اول شيء استاذي شكرا لك على الاتصال، وثاني شيء هذا شغلنا. الله يعطيك اسمع هذا الابلاغ. حابب تحدث معنا، الان جاتك اشعارات، ما انت حابب تراجع الفرع، حسابك راح يتجمد لمده 15 يوم. الله يعطيك العافيه. اول شيء طيب خلصت يا استاذي؟ اي استفسار اخر؟ اي عندي استفسار اخر. تفضل. طيب اول شيء استاذي شكرا لك على الاتصال، وثاني شيء هذا شغلنا. الله يعطيك اسمعني لا تتحمس واجد. ثانيا يا استاذي انا محدد حسابي ومطلع بطاقه جديده. والله انك كذاب، والله اني محدد حسابي.